في الولايات المتحدة بالتحديد في شمال شرق الولايات المتحدة متحف اسمه لورين وورن للغيبيات. المتحف ده له زوجين اسمهم إد ولورين. المتحف ده بيحتوي على مواد أو حاجات مرتبطة بالقوة والأحداث الخارقة للطبيعة. إد أو إدوارد كان بيشتغل باحث في الأمور الخارقة، وكان بيشتغل في قضايا كتير وحاجات خارقة كتير، فقرر إنه يحتفظ بالحاجات دي في متحف بناه هو وزوجته لورين. من ضمن الحاجات اللي كان محتفظ بيها في المتحف ده كانت دمية أنابل اللي اتعملت قصتها في أكتر من فيلم، بس طبعا ما كانتش القصة الأصلية، كانت قصة متعدلة بواسطة صناع السينما في هوليوود علشان ينتجوا سلسلة أفلام عنها ضمن عالم الرعب. وارتبط ظهور الدمية دي في الأفلام بأنها مصدر شر وضرر على العيلة اللي بتمتلكها، وبتكون النهاية موت العيلة دي أو موت بعض الأفراد، وبعدها بيبتدوا يستعينوا برجال الدين لحد لما يخلصوا الموضوع بسلام وأمان. نروح بقى للقصة الحقيقية. في سنة 1970 اشترت أم لبنتها دمية من محل البيع الحاجات المستعملة، وقدمتها لها هدية في عيد ميلادها، والبنت دي كان اسمها دونا. سابت دونا الدمية على السرير، وكان من الواضح إن كل حاجة هادية وطبيعية. وفي يوم من الأيام أخدت دونا الدمية معاها المطبخ وسابتها على الكرسي بتاع الترابيزة الموجودة في المطبخ. وهنا كانت المفاجأة، مدت أنابل إيديها وحطتها على الترابيزة. ومن هنا بدأت الأمور تبقى غريبة أكتر، لأن برضه بعدها حصل موقف أغرب، هو إنها كانت سايبة الدمية أنابل في الأوضة بتاعتها وقافلة عليها. نزلت لقيتها موجودة في الصالة، وبعدها حصلت مواقف أغرب وأغرب، لأن الدمية كانت بتعمل حركات كتير من اللي بيعملها الإنسان، زي الوقوف والركوع. ومش بس كده، ده كان بيحصل إنها كانت في بعض الأوقات بتنزف قطرات من الدم لحد لما وصل إنها كانت بتكتب بعض الكلام على الورق. وبعدها بدأت دونا تلاقي رسائل تهديد موجودة أو مكتوبة على الجدران بتاعة البيت، وكانت دونا وصديقتها أنجل بيلاقوها في أوضاع مستحيلة بالنسبة لدمية من قطن إنها تعملها، زي مثلا إنها بتشبك إيديها في بعضها، أو كانوا بيشوفوها ساعات قاعدة على ركبتها، وده أمر مستحيل بالنسبة لدمية معمولة من القطن. في برنامج في أمريكا اسمه التاريخ ضد هوليوود. البرنامج ده معمول علشان يكشف القصص الحقيقية اللي اتعمل منها الأفلام المأخوذة من الواقع. اكتشف البرنامج إن الجزء الثالث للفيلم هو الأقرب للحقيقة، وإن أسطورة أنابل بدأت من إن بنت اسمها أنابل هيجن عندها 6 سنين كانت اتعرضت لحادثة عربية أدت إنها ماتت، ولما حصلت كانت قدام بيت دونا، فروحها اتحولت لروح شريرة دخلت جوه الدمية، وتحولت من دمية عادية لدمية خارقة للطبيعة. واللي اكتشف الموضوع ده هو إدوارد وورن، الباحث في الأمور الخارقة للطبيعة وصاحب المتحف اللي موجود فيه الدمية دلوقتي. قرروا يروحوا لوسيط روحاني علشان يعرفهم قصة أنابل وإيه اللي خلاها تسكن جسد الدمية، ولأن كمان أنابل كانت في حياتها هادية جدا وبتحب اللعب زي أي طفل في سنها، إلا أن التصرفات المخيفة والمؤذية اللي كانت بتعملها غريبة عن حياتها اللي كانت بتعيشها. والتصرفات المخيفة والمؤذية اللي كانت بتعملها مع أهل البيت خلت دونا تبدأ إنها تتخلص منها، لأن ليو خطيب صديقتها أنجل هو أول شخص تعرض للأذى منها، لأنه في يوم صحى من النوم مش قادر إنه يتحرك، ولقى أنابل بتزحف على جسمه بتحاول إنها تخنقه لحد لما غاب عن الوعي. بس ما كانش متأكد من اللي شافه ده حقيقي غير لما سمع صوت دوشة خارجة من أوضة دونا، ولما دخل يشوف في إيه لقى أنابل على الأرض وحس إن في حد وراه، بس ما لقاش حد لما بص عليه. بس فجأة لقى نفسه بيترمي على الأرض وآثار مخالب معلمة على صدره. قرر إدوارد وزوجته إنهم هياخدوا الدمية لبيتهم، بس حصل حاجات كانت هتكون السبب في موتهم، فقرروا إن هم هيحطوها في المتحف بتاعهم في صندوق إزاز مكتوب عليه من بره تحذير لا تفتح الصندوق بأي شكل. وكان شكلها مختلف جدا عن شكلها اللي موجود في الافلام، لانها في الافلام مرعبه وبشعه جدا عن شكلها في الحقيقه. هحط لكم مقارنه بين شكلها في الحقيقه وشكلها في الفيلم في اخر الفيديو. وبيقولوا كمان ان بعض من الناس اللي زارت المتحف اتكلموا عن حاجات غريبه حصلت ليهم بعد زيارتهم للمتحف وسخريتهم من الدميه وشكلها. وبالنسبه لهل فعلا هي هربت او لا من المتحف، هتلاقي الاجابه موجوده تحت في الديسكريبشن. وهنا يكون خلص فيديو النهارده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.